مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جعلكم باولى حلقات التحديات في القناه دي. لو اللي ما يعرفناش، احنا كان عندنا اصلا قناه قبل كده ولكن حصل فيها شويه مشاكل فبدانا في القناه دي. ولكن قبل ما ابدا بقى عايزين كده نتكلم الاول بس في كام حاجه، ان احنا ان شاء الله هنبقى ننزل فيديو كل يوم، حلقات انتقالات الساعه 3. النهارده يمكن هو الفيديو هينزل لك متاخر، ولكن خلاص بعد كده كل يوم هيبقى الساعه 3 الفيديو ده. ولو عايز تشوفنا واحنا بنلعب جيمنج، بنلعب حاجات تانية كتير في قناه تانية هتلاقيها تحت برضو في الديسكريبشن، انا بطلع عليها، اليكس بيطلع عليها برضو، اللي عايزين نشكره اللي هيمنتج النهارده الفيديو ده واصلا صور من عنده. فتعالى كده نظهر معانا بقى في اول فيديو، لان ده هيبقى اول فيديو اصلا على القناه. فاحنا كلنا عايزين ايه يا جماعه؟ اهو هتشوفوه كتير، انتوا هتشوفوه كتير بقى معايا. حلو، فننزل يا جماعه. ايوه اعمل لايك زي ما بيقول لك، اشترك لايك، سبسكرايب، اي حاجه، كومنتات. انا مش عارف صوتك باين ولا لا. ادونا الحاجات الحلوه دي، سبسكرايب كده يعني، ادونا لايكات. كسر روحوا برضه يا جماعه على القناه عنده، اشتركوا في القناه عشان عايزين نكبر القناتين كده مع بعض، وايه يبقى زي الفل. ماشي كده المايك تمام، ويلا بينا. وما تنساش ان تشترك في القناه عشان عايزين نوصل القناه الثانيه كانت 700 واحنا لسه بادئين من الصفر. ولكن يلا بينا ونبدا على طول بالانتقالات. اول انتقال معانا وهو بريزيتش اللاعب اللي كان بيلعب في توتنهام واصلا كان رايح اعاره، واللاعب قل مستواه بشكل غير طبيعي في السنتين اللي فاتوا. راح نادي سبيلت، نادي ايه؟ هايدوك سبيلت في الدوري الكرواتي. يعني لك ان تتخيل ان لاعب كان بيلعب في توتنهام وبايرن ميونخ وفي الحاجات دي كلها، مستواه بقى ان هو يروح يلعب في الدوري الكرواتي في فريق اصلا مش كبير قوي في الدوري الكرواتي. طبعا اللاعب عنده 35 سنه، جناح راح لهم بدون مقابل مادي فري. فدي صفقه غريبه جدا، ازاي ما فيش اي فريق سواء طالعين البريمير ليج او فريق زي فريق كومو اللي عامل على فكره صفقات ناريه جدا جدا جدا. فريق كومو ده اي نعم بيجيب لعيبه كبار في السن، ولكن عندهم الخبره، عندهم ان هم يقدروا يفيدوك ان انت تقعد في الدوري. ان انت طالما انت لسه نادي لسه طالع من الدرجه الثانيه، انت اهم حاجه بالنسبه لك ان انت تقعد في الدوري. انت مش اهم حاجه ان انا مش عايز اكسب دوري، مش عايز اروح دوري ابطال، لا انا مش مهم اشتري ان شاء الله واحد زي مودست واللعيبه دي، بس هيقعد لي سنه. اي نعم مودست انت لو قعدوا معاك شهرين مش هيعمل حاجه يعني، بس ماشي. فلا انت عايز حد على السنه دي، وبعد كده ربنا يبقى يكرم بقى، نبقى نجيب فلوس وايه ربنا يكرمها. فدي كانت اول صفقه معانا. تاني صفقه معانا وهو اللاعب بن جوفري اللي كان بيلعب في نادي ايفرتون، اللي كنا كلنا تقريبا بنجيبه في الفانسي لان كان بيبقى سعره حنين، بيلعب ما بين 5 مليون و6 مليون. اللاعب راح النادي اتلانتا ب 10 مليون، عنده 26 سنه، وده طبعا لاعب مدافع. الصفقه مش عارف هتبقى حلوه ولا وحشه، لان اللاعب ده عمره ما لعب بره الدوري الانجليزي. اللاعب ده كان دايما بيلعب في واتفورد، بيلعب في نورويتش، بيلعب في ايفرتون، عمره ما طلع بره الدوري الانجليزي. واللاعب ما دفعش فيه كتير، دفع فيه 10 مليون وهو اصلا عنده 26 سنه. فاللاعب مش اللي هو هيقدم لك المستويات الرائعه من نادي اتلانتا، ولكن اتلانتا يعجبوك ان هم بيروحوا يجيبوا لعيبه مش بصفقات غاليه. انت مثلا بتشوف ان هم بيروحوا يخلصوا في واحد زي الديكاتليري، بيخلصوا بيجيبوهم حتى اعارات، بعد كده يشتروهم اللعيبه اللي ميته يحيوهم على طول. واحد زي لوكمان ده، اللاعب ده كان رايح في الوباء اساسا، وهم دلوقتي بتتكلم ان هم عايزين فيه 50 و40 مليون. تالت لاعب معانا وهو يان ماتسن اللي انا دي صفقه غريبه بالنسبه لي. ازاي انت كنادي تشيلسي اللاعب عمل اداءات رائعه، ما عملش اللي هو بوم، ولكن احسن من انت، ما فيش حد بيلعب عندك في المكان ده اساسا. فانت يان ماتسن المشكله ان هم كان عندهم بس حته الماليه، سواء تشيلسي واستون فيلا وايفرتون وكان فريق تاني، وايفرتون تقريبا مش فاكر كان في فريق تاني، فلبسوا ببعض الصفقات. يعني انت بتتكلم في تشيلسي ودت اللاعب ده لاستون فيلا أربعة كام فين؟ يان ماتسن ب 44 مليون، فسعر رائع جدا. ولكن لا اللاعب لسه، انت لما تيجي تشوف اللاعب عنده 22 سنه، بيلعب لك كمدافع ايسر. انت اصلا ما عندكش حد قوي بيلعب في المكان ده. عندك مالو جوستو وجيمس اللي اصلا نص الموسم بيبقى متصاب. فانت كنت محتاج حد زي يان ماتسن رجليه في الملعب، وشايف اداؤه ان هو حلو ازاي، وصل فاينل لحد بروسيا دورتموند. فان انت لا، ومش ان انت كمان تبيعه لفريق بره الدوري الانجليزي، انت بتبيعه لفريق منافس ليك وبقوه جدا. انت استون فيلا دلوقتي في التوب 4، وفي اي موسم عادي جدا الموسم اللي جاي اللي بينافس على الدوري. فانا ما بفهمش ببقى قوي الصفقات اللي انت تروح تبيعها انت كان ممكن تستفيد بيه، يا اما مش هستفاد بيه هطلعه بره، على الاقل يبقى بره الدوري خالص. دي حاجه انا
مثلا كمشجع مانشستر اصلا ما بحبش ان مانشستر تودي لعيبه في الدوري الانجليزي لان كلهم بيدخلوا فينا اجوان. هم وظيفتهم ان انا امتى يجي مانشستر عشان اسجل فيه اجوان، بس باقي الموسم بيبقوا ميتين فيه مش مهم. اللاعب اللي وراه هو استافيو اللي كان بيلعب في نادي بالميراس راح نادي تشيلسي اللي عامله يا جماعه صفقات انت تبقى كذاب لو تيجي تقول لي انا اعرف الصفقه دي. بيجيبوا لك كميه لعيبه غير معروفين، مفيش غير امهم تقريبا وابوهم يعرفوا ان هم بيلعبوا كوره. يعني واحد زي استافيو ده عنده كام سنه معايا؟ 17 سنه. هتقول لي ماشي 17 سنه 5 مليون 6 مليون، جايبينه بكام؟ ب 34 مليون. عيل عنده 17 سنه ب 34 مليون. حضرتك انا عندي 20 سنه ما اتباعش ب 5 مليون. يعني حضرتك لو عصابه جت كلمت امي اديهم فيك 2 مليون وتخلصنا منه. فان لاعب 17 سنه حضرتك بتبيع ب 34 مليون، يعني في بقى 4-5 صفقات. مين دول؟ واحد زي ده، ولسه في صفقات تانية جايه كتير على فكره هنقول لكم عليها في الفيديوهات اللي جايه. فده عنده 17 سنه بيلعب كجناح، ما اعرفش انت هتلعبه اساسي ولا لا، بس يعني بالسعر ده المفروض ان هو بيلعب اساسي. يعني ب 34 مليون ده حضرتك مش يقعد لك دكه حتى، يعني حرام تقع 34 مليون عندك. الصفقه اللي وراها وهي الصفقه الخامسه معانا هو ستيف كوبر اللي بقى مدرب نادي ليستر سيتي، عنده 44 سنه. اللي عجباني قوي ليستر سيتي مشيت المدرب بتاعها لتشيلسي. احنا عايزين مدرب يجي يقعدنا على الاقل في الدوري الانجليزي. ده اللي انا بقول لك عليه، ان انت لازم تدور على ناس تقعدك على الاقل لحد ما تبدا تنافس تاني ولحد ما يبدا ليستر سيتي يرجع تاني. فدي كانت صفقه برضو هايله جدا لنادي ليستر سيتي. الصفقه اللي وراها وهو ارني سلوت لنادي ليفربول اللي عنده 45 سنه، طبعا راح من نادي فاينورد. الصفقه اللي انا مش فاهم، انت حضرتك مش شغال، يعني انت مفيش اي حاجه لحد دلوقتي نادي ليفربول عملها غير ان هو خسر وديه امبارح. فده اللي هو عمله بالظبط نادي ليفربول. فارني سلوت انت لسه ما شفتش منه اي حاجه، فما اقدرش اقول لك صفقه حلوه ولا وحشه. ما شفتوش حتى بيلعب ماتش، شفتوش دخل حتى جاب صفقات اللي مانشستر يونايتد متفوقه عليه جدا في الصفقات. يعني مانشستر يونايتد انا غريبه قوي عامله كميه صفقات، ايه ده؟ احنا بقينا ليفربول والوضع اتعكس تماما. انا بقول كده عشان اليكس بيشجع ليفربول. تمام؟ ايوه يا اخويا، ايوه طبعا هتطبل اليونايتد. انا ما اعرفش اسمك باين ولا لا. انت عمال تقول بقى اساسا. الصفقه اللي وراها وهو ديزيربي اللي بقى مدرب نادي مارسيليا، عنده 45 سنه. وصفقه رائعه جدا جدا لنادي مارسيليا اللي محتاجه مدرب. وديزيربي راح يجيب لك لعيبه هايله جدا جدا بصراحه. ديزيربي اللي كنا بنقوله يا رب يجي مانشستر، يا رب يجي تشيلسي، يا رب يجي مش عارف ايه، يا رب يجي فين، ولكن بيقدم مستويات رائعه جدا برضو مع نادي مارسيليا. بتبدا تشوف الصفقات بتاعته، ما بيمشيش اي حد وما بيجيبش اي حد، لا بيجيب لك لعيبه هو حاطط عينه عليها وشايف ان المنظومه اصلا تفيده. مارسيليا اصلا ما فيهاش حد، يعني انا عايز اقول لك انت هو جاب تقريبا اللي انا سمعته بس ان هو جاب جرينوود. هو اصلا جرينوود بالنسبه لهم صفقه رائعه جدا لان هم ما عندهمش حد وما عندهمش غير لاكازيت. لك ان تتخيل 35 سنه لسه بيلعب عندهم. بايت لو انت فاكره، يعني الواد اللي كان بيجيب جون في كاس العالم ده لسه كان موجود عندهم وماشي السنه اللي فاتت. فهم ما عندهمش حد، يعني النجم بالنسبه لهم كان ميتلاند نايلز وجندوزي. فلك ان تتخيل. الصفقه اللي وراها وهي الصفقه الثامنه لويت كيلي اللي كان بيلعب في نادي برونموس، راح نادي نيوكاسل فري. طبعا عنده 25 سنه وده مدافع ايسر. ودي صفقه هايله جدا جدا لنادي نيوكاسل اللي كل موسم والتاني بتعمل له صفقه غير طبيعيه. لويس كيلي كان في فرق كتيره بتنافس على ده، وخصوصا ان هو فري، انت ما ينفعش فيه اي حاجه. اللاعب بيلعب لك كمدافع وبيلعب لك مدافع ايسر. صفقه انا شايفها هتفيد نيوكاسل جدا لان هم ما كانش عندهم اصلا سكواد ديبس السنه اللي فاتت، وده اللي وقع قوي نادي نيوكاسل. الصفقه اللي وراها واللي هي اللي قبل الاخيره لويس جيلهيرمي. ما تسالنيش مين ده والله ما اعرف، بس نادي بالميراس والدوري البرازيلي بيبيع زربيح لعيبه. فده من بالميراس لنادي ويست هام ب 23 مليون يورو. عنده 28 سنه. انا مش عارف فيه ايه زربيح اللعيبه اللي اتفتح علينا لعيبه شباب ده. يعني واحد اهو اقول لك لسه كنت بقول لك اللي راح استافيو ب 34 مليون والتاني راح ويست هام. فين اللي راح ويست هام؟ ب 23 مليون. انتوا في ايه يا جماعه يا جدعان؟ انتوا اللعيبه دي ايه؟ فينيسيوس جونيور دي انت ما تعرفش، دي بقت موضه ماشيه دلوقتي. اللي هو اي حد برازيلي هاته هيبقى فينيسيوس ورودريجو ومش عارف مين ومين ومين. فدي بقت موضه ماشيه. ولكن
يعني لك ان تتخيل ان ويست هام كمان بقت بتروح تجيب. ده بيقول لك ان قد ايه الدوري الانجليزي جامد جدا، جامد جدا، ان فريق ويست هام منتصف جدول يروح يجيب لك لاعب. اصلا اللعيبه دي ما بتروحش غير ريال مدريد، برشلونه، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، الفرق اللي هي قويه جدا، تشيلسي، ما بتروحش غير الفرقه دي. فانه يرضى يروح نادي ويست هام، دي صفقه هايله وتاكد لك ان البريمير ليج اجمد دوري موجود. اخر صفقه معانا وهو توسن اديبايور اللي كان بيلعب في فولهام كقلب دفاع، راح نادي تشيلسي، 26 سنه فري طبعا، وصفقه رائعه جدا جدا بصراحه نادي تشيلسي. برضو ما اعرفش هما جايبينه ليه، يعني بيلعب كمدافع. انت في المكان ده عندك 500,000 لاعب. السنه اللي فاتت ما كانش عندك حد بس عشان كان في زربيح اصابات. انت عندك فوفانا، بلياشيلي، طبعا سيلفا مشي، فهل ده مثلا مكان سيلفا؟ مش عارف بصراحه. ولكن تشيلسي داخله يلا اعطيني 3، اعطيني 4، اعطيني 5 من هذا. فانت ما تفهمش في ايه، هيطلعوا ازاي اصلا من اللي هي حته الفيفا فير بلاي. انا ما اعرفش، يعني انتوا المفروض اصلا ميتين منها بقالكم 3 سنين بقى. يعني انتوا لو الفيفا فير بلاي، فيفا فير بلاي يا معلم، دول اهو يعني في صفقه واحده بس رايحين جايبينه الواد ب 18 سنه عنده 33 مليون. ايه عنده ايه جابوه عنده 18 سنه جابوه ب 33 مليون. فحاجه غريبه من تشيلسي، ما تفهمش اصلا بعد كل ده انت هتلاقي اللعيبه دي ولا بتلعب ولا بتشمها. ولكن كده نكون جينا نهايه الحلقه الاولى من الحلقات. انا عارف ان انت ايه هتقول ايه ده الحلقه صغيره قوي، ولكن عشان ننزل لك حلقه كل يوم يعني مش هنقدر ان احنا نقول لك صفقات كتيره قوي في الفيديو الواحد، ننزل لك حلقه كل يوم. فكده كانت حلقه تسخين. فاكتبوا لنا ايه اللي شايفينه عايز يتغير، ايه رايكم في اللي ورايا ده اساسا، وان احنا بنبدا اهو نشتغل تاني من اول وجديد. لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك، تفعل زر الجرس تحت في الوصف كل ما توصل القناه بتاعتنا، واشترك في قناه الجيمنج. اشوفكم في فيديو جاي، يلا سلام.